بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع حضراتكم الروست بيف أو الروز بيف. الروز يعني اللون الوردي، بحيث إن يطلع معنا اللون الوردي في الآخر اللي هو الميديم. تمام. الروز ده عرق اللحمة زي ما حضراتكم شايفين، مربوط بحبل حراري، وده توم، ودي أعشاب روزماري وريجانو. وهنا معانا ده البوكيه جرنيه، هنحطه من تحت العرق لما يدخل الفرن، بحيث إنه يدينا طعم ونكهات مختلفة. جزر، بصل، كرات أبيض، كرفس، زي ما حضراتكم شايفين الالوان الجميله دي. هنا معانا ده المارينيه او التتبيله اللي هندهن بيها عرق اللحمه، ودي عباره عن زيت زيتون، اعشاب مفرومه، توم، مستردة خفيفه خالص، هندهن بيها عرق اللحمه زي ما حضراتكم شايفين. ندهنه كويس من الجنبين، وبعد كده نقلب الجنب التاني وندهن برضو، وبنسيبه فتره او شويه كده. تمام، من ساعتين لثلاثة كده، بحيث انه يتشرب المارينيه ده ويشرب النكهات دي كلها كده. ندهنه كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بيتربط لا بحبل حراري، بحيث ان هو تكون ماسك عرق اللحمة، بحيث ان ما يتفرطش مننا. عشان لما يجي بنقطعه بنعمله بفرم. لو مش عايزين تربطوه في البيوت مثلا عادي، مفيش مشكلة، مش شرط يعني، ولكن خدوا الطريقة ممكن تطبقوها من غير من غير ربطة الحبل يعني. ان شاء الله في فيديو تاني هنبقى نعلمكم ازاي تربطوا بالحبل ده. يعني هنحط اعشاب الروزماري زي ما حضراتكم شايفين كده تحت الحبل، ونعمل نغزات بالسكينة كده، هنحط مكانها توم. الحاجات دي كلها هتساعد ان حتة اللحمة تطلع معانا بطعم جميل وبريحة حلوة وفيها نكهات. هنحط التوم زي ما حضراتكم شايفين كده، هنحطه في الفتحات اللي عملناها بالسكينة. هنقلب، نعمل اللي عملناه ده هنعمله في الجنب التاني زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده نحط سن زيت على الجريلا كده، نسخنها، تكون الجريلا سخنة، ونحط شوية زيت صغيرين كده. نيجي ماسكين عرق اللحمة، بعد كده نحطه هنا، يتشوح من الجنبين بس كده تشويحة خفيفة زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم. بعد كده نقلبه الجنب التاني، هيبقى معانا بالشكل ده كده. هنيجي حاطين البوكيه جرنيه من تحت كده، ونحط عليه عرق اللحمة. بعد كده هندخله الفرن، يدخل معانا الفرن. هنظبط درجة حرارة 200 على 20 على تلت ساعة، ونسيبه. بعد كده هيطلع معانا، نطلعه يبقى بالشكل ده. تمام، هيطلع معانا بالشكل الحلو الجميل. دي التسوية دي ميديم. لو حضراتكم عايزين تسووه ولدن يعني تسوية زيادة او مظبوطة زي ما حضراتكم تحب، احنا بنسويه في الفنادق ميديم بالشكل ده.